يلا بقى نعمل الراعي الرسمي للشتاء والبرد القارس، البليلة الجميلة القمر دي. بس احنا عاملينها بطريقة كده مختلفة شوية، عاملينها بالسحلب وعاملينها بالهوت شوكليت. طعمها حلو جدا جدا جدا. لو عايزة تعرفي الطريقة والمقادير كملي بقى الفيديو. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين. النهاردة هنقدم البليلة بس بطريقة مختلفة شوية عن التقليدي اللي احنا عارفينه، بطريقة المحلات بيسموها الملعوبة. معايا هنا ربع كيلو قمح متنقي كويس جدا جدا ومغسول كويس قوي قوي. دي اهم حاجة. اللي عايز ينقعه، اللي عايز يعمله زي ما انا هعمل كده تمام. انا هديله غلوة كده على النار واسيبه شوية لحد ما يفشر، او بمعنى اصح اللي هي الحباية تفتح. تمام. معايا هنا نص كوباية سكر، ممكن تزيد برضو حسب الاحتياج. معايا هنا معلقة كبيرة نشا، معلقتين كبار سحلب، بودرة السحلب اللي احنا عملناها مع بعض. معايا هنا لتر لبن. معايا هنا فانيليا باودر. تمام. اول حاجة هنحط على النار 3 كوبايات مية مغليين، نحطهم على النار وننزل فيهم بالقمح. هنا المية غليت اهي، هننزل بالقمح ياخد غلوة واحدة بس كده، وهندفع عليه ونسيبه كده يستوي منه في بعضه. الخطوة دي ممكن نستبدلها باننا ننقع الغلة، بس انا هنا علشان عايزة اعملها بسرعة فهديها غلوة واحدة كده واسيبها على النار ساعة بس كده، يا دوبك تفشر او تنفش او تفتح كده. بعد كده هنبتدي نشتغل فيها. هغطي عليها واسيبها تغلي وبعدين هطفي عليها. وهنا اهي بصوا اهي، بصوا استوت ازاي وبقت حلوه. بصوا نفشت وبقت قد ايه. انا اديتها غلوه كمان كده. بصوا حلوه جدا جدا ومستويه. بصوا حلوه قوي. هنعمل بقى الخطوه الثانيه. وهنزل هنا معايا معلقتين السحلب اللي احنا قلنا عليهم، المكون الاساسي معانا النهارده بيدي طعم حلو قوي قوي قوي. ومعايا هنا معلقه بس كبيره نشا، معلقه واحده مش اكتر من كده. وهنزل هنا بكيس فانيليا. لو بتستخدموا الفانيليا الخام اللي هي زي اللي عندي ديت هتحطوا ربع معلقه كده صغيره. هنزل بقى باللبن، اللتر لبن اللي احنا قلنا عليه، وهنقلب بقى كويس قوي. هقلب بقى على البارد كده، وبعدين هحطه على النار لحد ما يسخن وننزل بيه بقى على البليله. واحنا حاطينه على النار نخلي بالنا نفضل نقلب، علشان هنا في معانا السحلب فيه مواد رطب ومعانا نشا عشان ما يكلكعش مننا، لحد ما اللبن يغلي بس كده. وهننزل بيه على البليله بتاعتنا، وتكون البليله برضو على النار، تكون دي سخنه ودي سخنه. اهو خلاص بعد ما غلي معانا هنزل بيه بقى على البليله اهو. بصوا تحفه جدا. انا بقى هنا اللي عايز يضيف معلقه كريم شانتيه مع اللبن والسكر اللي احنا عملناهم مع بعض مفيش اي مشكله. بصوا عامل ازاي، ريحته حلوه قوي قوي. هنا خلاص بعد ما خدت غلوه واحده بس هنغرفها بقى. اللي عايزه سخنه يحطها سخنه زي ما احنا بنعمل كده اهي. بسم الله. لكم ان تتخيلوا طعم السحلب مع البليله، والله حاجه عظمه. هنا في ناس بتحب تحط عليها كنافه. اللي عايز يحط كنافه متحمره بيحمر الكنافه من غير شربات من غير اي حاجه على البوتاجاز بسمنه، او ممكن تفرقوا عليها سمنه وتحطوها على الفرن في صاج كده. بصوا الجمال، تحفه جدا جدا، ريحتها خطيره. هنحط عليها بقى قشطه ومكسرات. نحط بقى قشطه بقى وش اللبن، قشطه بتشتروها جاهزه اللي انتوا عايزينه، دي حاجات كلها اختياريه. المكسرات برضو هنا اختياري. انا هحط هنا سوداني، واحط برضو زبيب. اللي ما بيحبش الحاجات دي مفيش اي مشكله اهي. تحفه تحفه يا جماعه، جربوها والله جامده جدا جدا، حاجه تدفينا في الشتاء. بصوا تحفه.
هجرب معاكم برضو حاجة تانية كده، دي اختيارية اللي عايز يعملها. بصوا بقى، عارفه كريم بودرة الهوت شوكليت اللي احنا عملناها مع بعض، هناخد منها كده ونحط على البليله. انا كلتها بره كده بالهوت شوكليت، طعمها كان حلو قوي قوي. هناخد هنا معلقه من بودرة الهوت شوكليت اللي احنا كنا عاملينها مع بعض كده، هنكمل بس المعلقه عشان كانت مش مليانه قوي، وهحط عليها بقى البليله. تحفه يا جماعه، انا كلتها بره فقلت لا اجربها في البيت اوفر واحسن برضه. يعني الكميه في البيت بتعمل لنا كميه حلوه قوي قوي. يعني بصوا اصلا، بصوا هنقلبها كده، بصوا الريحه جميله قوي قوي. يعني نكملها بس كده. الله الله، بصوا الجمال، تحفه. جربوها هتدفيكوا قوي. الحاجات دي كلها مغذيه جدا للاطفال، بالذات اللي عليها هوت شوكليت، لان احنا حاطين بصوا شوكولاته اللي احنا كنا حاطينها برضو عليها، فبتديها طعم حلو قوي. الاطفال بتحب الحاجات دي. يبقى احنا كده النهارده عملنا البليله او الملعوبه زي ما بيسموها بالسحلب والقشطه والمكسرات. بصوا القوام والريحه ما اقولكوش. بصوا بقى، بصوا الجمال والحلاوه. بصوا بصوا البليله بالسحلب حاجه تانية خالص، وقشطه بقى ومكسرات، شغل فاخر من الاخر. وعملنا هنا البليله برضه بالهوت شوكليت، تحفه تحفه تحفه. جربوا الطريقه وان شاء الله هتعجبكم جدا. واحلى لايك وشير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.